10 أيام. 10 أيام بالضبط هي كل اللي فاضل على الامتحانات. خلونا ندخل في التفاصيل فورا بدون أي مقدمات طويلة، لأن الوقت حرفيا بيجري. لكل دفعة 2026 اللي بتمر بأصعب ضغوطات ممكن نتخيلها، إحنا هنا عشان نفكك ونحلل خطة إنقاذ نهائية. دي مش مجرد شوية نصايح عبرة، لأ، دي استراتيجية طوارئ لواقع صعب ولازم كلنا نواجهه. مفيش وقت للندم ولا مساحة للتأجيل، فركزوا جدا في الدقايق اللي جاية لأنها ممكن تكون طوق النجاة الأخير. أكيد في إحساس بالخنقة مسيطر دلوقتي. 20 يوم كاملين طاروا في التوتر والتسويف، والمحصلة صفر. الإحساس باليأس عمال يزيد، وفجأة بتنور في الدماغ الفكرة السحرية للهروب. طب ما نأجل السنة ونريح دماغنا. قرف، إحباط، وإحساس إن الامتحان خلاص على الباب ومفيش أي استعداد. إحنا متفاهمين جدا حالة البؤس دي، بس خلونا نعرف ليه طريق الهروب ده مقفول بالضبة والمفتاح ولازم نشيله من حساباتنا تماما. بصوا بقى، النقطة الجوهرية هنا هي إن دي الفرصة الأخيرة. حرفياً مفيش أي فرص تانية بعدها. إما تذاكروا وتعملوا اللي عليكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو تستسلموا تماماً للوضع. الشرح بتاعنا النهاردة بيمثل التدخل الحاسم. مفيش مساحة للرفاهية، دي لحظة يا نكون يا ما نكونش. لازم نلم المنهج باللي نقدر عليه، لأن الشوية اللي فاضلين دول هم الكنز الحقيقي اللي لازم نستغله، بدل ما يضيع في التفكير في التأجيل. الاقتباس الصادم ده من المصادر بتاعتنا بيلخص الأزمة كلها. تخيلوا لأول مرة من سنين بيتقال لدفعة أنا بيجيلي إحساس أقول لكم أجلوا السنة. ليه؟ لأن دفعة 2026 تحديداً فيها كمية إحباط وطاقة سلبية مش طبيعية. طاقة سلبية حرفياً توقع بلد بحالها. بعيداً خالص عن مستوى الذكاء، كمية اليأس دي غير مظبوطة. مش مهم إيه اللي وصلكم للمرحلة دي، المهم هو إزاي نخرج من الدايرة دي فوراً وبدون أي تردد. وهنا بيجي وهم كبير قوي اسمه السنة الجاية هتبقى أحسن وهبدأ على نظافة، مقابل الواقع الصادم وهو إعادة نفس المعاناة بالملي مع دفعة 2027. التاريخ بيعلمنا والتجارب السابقة كلها بتأكد إن اللي بيأجلوا السنة بيقعوا في نفس الفخ. هييجوا في نفس الوقت من السنة الجاية يشتكوا نفس الشكوى ويصيحوا نفس الصياح ويفكروا يأجلوا للمرة التانية. اللي ما بيعرفش يواجه الضغط دلوقتي مش هيعرف يواجهه بعد سنة، دي حقيقة لازم تتقبلوها. عشان كده الحل السحري متلخص في كلمتين: ارموا نفسكم. زي عقلية الدحيح بالظبط، ارموا نفسكم في المذاكرة. بلاش نستنى على المكتب يتروق، ولا نستنى الساعة تيجي 12 بالثانية أو تقبل اسم على 2 عشان نبدأ. كل دي حيل وملاعيب من العقل الباطن عشان يهرب. مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب. الوقت المناسب هو اللحظة دي بالظبط اللي بتسمعوا فيها الشرح ده، لأن الامتحانات خلاص على الأبواب. فخ المثالية ده بيفكرنا بإيه؟ بالظبط زي دايت يوم السبت اللي عمره ما بيجي أبداً. هتفضلوا تستنوا الوقت المناسب والمزاج الرايق لحد ما تلاقوا نفسكوا جوه لجنة الامتحان. لازم نكسر الدايرة دي دلوقتي حالاً. كفاية طبطبة وكفاية أعذار. لو مفيش قرار صارم ونتيجة بين جواكوا، مفيش أي حاجة هتتغير. خلونا ننقل بقى على الجد ونشوف إزاي هننفذ الإنقاذ ده عملياً على الأرض. ندخل بقى على الشغل العملي، استراتيجية ال10 أيام أو خطة الإنقاذ التكتيكية. ورقة وقلم بقى وركزوا معايا جدا. احنا دلوقتي في قلب الخطة، وأول وأهم أولوية إلزامية دلوقتي النماذج الاستشهادية العشرة لدفعة 2026 زائد امتحانات السنين اللي فاتت. دي حاجات أساسية أساسية أساسية، ما فيهاش أي فصال. لو دخلتوا الامتحان من غير ما تحلوها انتوا كده بتضيعوا مجهودكم على الفاضي. حتى لو ما كنتوش فتحتوا كتاب طول السنة، مفيش أي عذر يمنع من حل النماذج دي دلوقتي حالا. طب ليه التأكيد عليها بالشراسة دي؟ الإجابة في الرقم ده: 50%. نص الدرجة حرفياً بيعتمد على النماذج دي. أغلب الأفكار الموجودة في النماذج الاسترشادية وامتحانات السنين السابقة بتتكرر تاني في امتحان آخر السنة بأساليب مختلفة. يعني بمجرد ما تفهموا أفكارهم وتهضموها كويس، انتوا كده حطيتوا 50% من الامتحان في جيبكم. دي أقصر وأسرع طريق لتجميع الدرجات في الوقت الضايع. طيب إزاي ننظم ال10 أيام دول؟ الجدول بتاعنا متقسم لجزئين، عبارة عن اختراق عبقري للوقت. الجزء الأول هو الثابت اليومي، وده محجوز لمادة العربي. العربي لازم يتذاكر كل يوم بدون انقطاع، ده عصب المجموعة. الجزء الثاني هو التركيز المتغير، وده هنحط فيه نص مادة تانية. الفكرة هنا إننا بنضمن استمرارية العربي، وفي نفس الوقت بننجز في باقي المواد بقوة وسرعة. خلونا نطبق ده بالخطوات عملية عشان الصورة توضح أكتر. الخطوة الأولى تثبيت العربي يومياً. الخطوة الثانية تختاروا نص مادة تانية ولتكن الفيزياء مثلاً. الخطوة الثالثة تخلصوا نص المادة دي في 3 أيام كحد أقصى، يعني 3 أيام بتذاكروا فيهم عربي زائد فيزياء، وبعدها تغيروا الفيزياء المادة تانية وهكذا. الطريقة دي بتضمن إنكم تعملوا مسح سريع وشامل للمنهج وتحلوا عليه في أسرع وقت ممكن. وهنا نرجع لرقم 50% تاني.
بس من زاوية بتدي أمل حقيقي. الهدف مش إنكم تقفلوا المنهج بنسبة 100% في ال10 أيام دول، ده شبه مستحيل طبعاً. لكن الهدف إنكم تدخلوا الامتحان وإنتم مخلصين على الأقل 50% من المنهج، مفهوم وملموم كويس جداً. طب وال50 التانيين هيجوا بالحل من خلال النماذج والامتحانات السابقة اللي أكدنا عليها في الأول. هي دي استراتيجية التوازن الذكية. بس قبل ما نختم، في تحذير قاسي شوية من المستقبل. تخيلوا كده إننا جايين من المستقبل عشان نقول لكم إن التهاون دلوقتي معناه إنكم هتخشوا وتقعوا وقعة صعبة جدا، والأسوأ من الوقعة نفسها هو حقيقة إنكم هتواجهوها لوحدكم تماما، محدش بيشيل شيلة حد يا شباب. المصدر بيحطنا قدام حقيقة مرة ومباشرة، محدش هيسندكم، هتقعوا بطولكم ولازم تقوموا لوحدكم. لا الأهل ولا الصحاب هيقدروا يدخلوا اللجان يمتحنوا مكانكم، في النهاية انتوا اللي هتدوسوا على الكوع وتقوموا تاني. دي معركتكم الشخصية ولازم تعتمدوا على نفسكم فيها بالكامل. شدوا حيلكم واعملوا اللي عليكم عشان حتى لو المجموع ما كانش اللي بتحلموا بيه تبقوا راضيين من جواكم إنكم عملتوا أقصى مجهود ممكن. وعشان المساعدة تكون عملية لحد آخر لحظة، دي الفرصة الأخيرة للاشتراك في المتابعة معنا. لو حاسين بأنكم تايهين ومش عارفين تنظموا دنيتكم في ليالي الامتحان، المتابعة دي هتنظم الوقت وهتقسم المذاكرة على أيام الامتحانات. بس انتبهوا، الموعد النهائي والأخير لقبول أي اشتراكات هو 15 يونيو، بعدها الباب هيتقفل تماماً. دي طبعاً مجرد أداة مساعدة إضافية للي حابب يختصر الطريق ويقلل التوتر. وفي النهاية، ووسط كل الضغط والزحمة دي، ما تنسوش أبداً تصلوا على النبي وتهدوا أعصابكم وتبدأوا فوراً في تنفيذ الخطة. مفيش مستحيل طالما في إرادة وسعي حقيقي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وأشوفكم فيديو جديد من خطوات في الطب.